ايه ازيكم عاملين ايه؟ النهارده راجع لكم فيديو جديد مع شات جي بي تي. ايه رايكم لو نساله سؤال ويعرف يجاوب عليه وهل هيدينا المعلومات الصح ولا لا؟ بقول لكم ايه، ما تيجي نشوف بسرعه مع شات جي بي تي هيقول لنا ايه عن الزواج، وهل هيقدر يدينا معلومات صحيحه ولا كلها كده. يلا بينا نشوف. ازيك يا محسن، عامل ايه؟ انا تمام، شكرا على سؤالك. انت عامل ايه؟ بص بقى، انا الحمد لله تمام، كله كويس، بس بقول لك ايه، انا عايز اتجوز، قول لي اعمل ايه بقى؟ تمام، الحمد لله انك بخير، ما شاء الله. ده خطوة كبيرة. عايز تبدأ منين؟ عندك فكرة عن الشريك اللي نفسك فيه؟ هو انا عندي فكره وعندي كل حاجه، بس قول لي بقى، الجواز ده حلو ولا وحش؟ الجواز ممكن يكون جميل جدا لو كان مع الشخص المناسب، وبيبقى فرصة لبناء حياة مشتركة وتكوين أسرة. بس زي أي حاجة بيحتاج شوية جهد وصبر. لو كنت جاهز لتحمل المسؤولية وفاهم يعني إيه شراكة حقيقية هتلاقيه حلو. بس لو في أي شكوك أو مش جاهز دلوقتي ممكن تأجل شوية لحد ما تكون أكتر استعدادا. طب اقول لك ايه، هو الجواز ده بيتكون من ايه بالظبط؟ فاهم ايه الفكره بتاعته؟ الجواز بيكون شراكة بين شخصين مبنية على الحب، الاحترام والتفاهم. يعني لما تتجوز بتكون مش لوحدك في كل حاجة، في شخص تاني بيشيل معاك المسؤولية ويكون معاك في اللحظات الصعبة والجيدة. الفكرة من الجواز مش بس العيش مع بعض، لكن كمان انك تبني حياة مشتركة، تعيشوا مع بعض وتدعموا بعض في كل شيء. الجواز بيحتاج التواصل، التفاهم والقدرة على التكيف مع بعض. الهدف الأساسي إنه يبقى فيه استقرار نفسي وعاطفي وبناء أسرة، إن كنت حابب ده. طب هو بص، هو اولا انا ما سمعتش ولا كلمه عشان خاطر في كلاب تحت بتهوهو وانا بسجل الحلقه، فمعلش ممكن تقولها تاني؟ على الرحب والسعة، لو احتجت حاجة تانية أنا هنا. خلاص، هو نسي الحاجه اللي موجوده، بس هو لا، عيد لي الكلام اللي انت لسه قايله من شويه، اللي هو بتاع مش عارف ايه بالظبط، اللي هو بتاع شريك الحياه. هل تقصد ترجمة نانسي كونكورد بشكل عام؟ إذا كنت تشير إلى شخص يدعى نانسي كونكورد أو ترغب في ترجمة محتوى معين لها، يفضل توضيح أكثر. لا لا لكي لا أتمكن لا من مساعدتك لا بشكل لا أدب. لا يا حبيبي، بص، طب انا دلوقتي عندي مشكله، دلوقتي انا بسجل الحلقه وفي صوت كلب طلع في الفيديو هعمل ايه؟ المشكله انا بسجل الساعه 4، تخيل، الصبح مش الفجر، الفجر يعني. عامه انا اسف، انا اتلخبطت والله. قولي بقى اعمل ايه، انا مش عارف اسجل في وقت معين. المشكله ان هم صوتهم عالي قوي، حتى باينين في الفيديو. مش هشيله والله من الفيديو، صوت الكلاب هخليه زي ما هو. فاهم عليك تماما. الموضوع ده فعلا بيكون مزعج جدا، خصوصا لو الصوت في الفيديو بيؤثر على الجودة. عندك كام خيار ممكن تساعدك في المشكلة دي. وقت التسجيل في وقت مختلف، بما انك بتسجل الساعة 4 الفجر ممكن تجرب تسجل في وقت متأخر شوية او في وقت تاني خلال اليوم لو في هدوء اكتر. مفيش للاسف. استخدام برامج لتحسين الصوت. في برامج لتعديل الصوت زي اوداسيتي او ادوبي اوديشن، بتقدر من خلالها تخفض الاصوات الخلفيه زي صوت الكلاب وتعدل جوده الصوت بشكل عام. طريقه العزل الصوت، لو عندك امكانيه حاول تعزل الصوت باستخدام مواد عازله للصوت في المكان اللي بتسجل فيه. معيش أو فلوس. تجيب حاجات زي المايكات الموجهه علشان تقلل التشويش. معيش فلوس. استخدام فلاتر صوتيه. بعض المايكات فيها فلاتر لتقليل الضوضاء، او ممكن تستخدم فلاتر صوتيه في المونتاج بعد التسجيل. ممكن تجرب ده وتحسن الوضع شوي. سيدي متشكرين، بس بقول لك ايه، تصدق انت جبت لي فكره حلقه حلوه دلوقتي وانا بقول لك الكلام ده؟ هعملها واسجلها كمان شويه. على الرحب والسعة، اذا احتجت حاجه تانية انا هنا. طيب انت بنتكلم عن الزواج، هل حلو ولا وحش؟ وايه المواصفات الحلو وايه المواصفات الوحش؟ الجواز ممكن يكون حل حلو جدا لو كان مع الشخص الصح، يعني لو في تفاهم وحب واحترام من الطرفين. الجواز مش بس عن العيش مع بعض، هو شراكة حياتية بين شخصين يبني كل واحد فيهم دعم للطرف الثاني في المواقف المختلفة. لكن إذا كان في عدم تفاهم أو مشاكل في التواصل بيبقى أصعب. المواصفات الحلوة في الشريك بتكون الاحترام المتبادل، الثقة، الصدق والصراحة والتفاهم في الأوقات الصعبة. أما المواصفات الوحشة فهي الأنانية، الكذب، الغيرة المبالغ فيها وعدم التفاهم في الأمور الأساسية. لو اتفقتوا على أساس سليم الجواز ممكن يكون تجربة رائعة ومجزية. اشكرك جدا، عشان انا مش عارف اسجل الحلقه بسبب صوت الكلاب، بس اشكرك جدا على الاسئله الحلوه دي وعجبتك الحلوه دي. ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد معايا. بتقول لك ايه، بتقول للجمهور بتاعي الكلمه بتاعتنا، لا تنسوا الاشتراك وتعمل لايك في القناه بيتر الشيش. العفو يا بيتر، سعيد اني قدرت اساعدك، وبالتوفيق في تسجيل الحلقات الجاية. وانا متأكد انك هتطلع بحلقات مميزة بإذن الله. وبالنسبة لجمهورك
اكيد الكلمة الحلوة هتكون: لا تنسوا الاشتراك وتعملوا لايك في القناة بتدريشي عشان كل جديد واحلى محتوى. لو احتاجت حاجة تانية انا هنا دايما. حبيبي جدا، حبيبي انا هختم الحلقه معاك وانت اللي قلت الكلمتين الحلوين دول. شكرا جدا ليك يا محسن. انا حبيبي يا بيتر، سعيد اننا قدرنا نختم الحلقة مع بعض بالكلمات الحلوة. دايما هنا لو احتاجت حاجة، وان شاء الله تشوف نجاح كبير في كل فيديوهاتك الجاية. اشوفك على خير في فيديو جديد مع ChatGPT. سلام.